الرحلة إلى نوفارا كان الهدف منها العودة بأول فوز لوصيف حامل لقب الموسم الماضي وأول 3 نقاط كاملة منذ انطلاق الكالتشيو. مهمة لا تبدو صعبة أمام الضيف الجديد في السيريا، حتى بغياب ستانكوفيتش وموتا عن منطقة العمليات في الوسط وغياب ممول المهاجمين مايكون حتى بدأت المواجهة. فمع الدقيقة الأولى كان الانتر على وشك تلقي هدف مبكر استبسل الحارس جوليو سيزر في منعه مفوتا الفرصة على ريكاردو ميغوريني. وواصل المهاجم العنيد محاولاته في هز شباك الضيوف، فقد حاول استغلال الفرصة في الدقيقة 15 لكن كرته لم تصل لوجهتها. انتر ميلانو لم يحظى بفرص حقيقية بالقرب من مرمى نوفارا باستثناء التسديد من بعيد الذي كاد أن يثمر هدفا عبر الهولندي ويسلي سنايدر في الدقيقة 36 في وقت كانت تبدو فيه تحركات أصحاب الأرض أكثر سرعة وخطورة بالقرب من مرمى سيزر، حتى نجح المشاكس ريكاردو ميغوريني في إحراز هدف التقدم لنوفارا في الدقيقة 38. مع بداية الشوط الثاني قرر المدرب غاسبريني إشراك النيجيري جوي لوبي بدلا من لوك كاستايغنوس واستبدال فورلان بجيان باولو باتزيني، لكن لم يكن ثمة شيء يحد من خطورة نوفارا الذي كاد يسجل هدفا ثانيا عبر أندري ماتزاراني في الدقيقة 53. لعب المدرب غاسبريني آخر أوراقه وأشرك زاراتي بدلا من سنايدر في الدقيقة 67. على نحو غريب غادر الهولندي سنايدر الملعب قبل نهاية المباراة بنحو ربع ساعة، ربما في إشارة إلى احتجاجه على خيارات المدرب أو رسالة يبعث بها لأصحاب القرار في الانتر لاتخاذ موقف من سلسلة إخفاقات الفريق. وتعقدت أمور الانتر أكثر مع طرد رانوكيا واحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 أحرز منها ماركو ريغوني الهدف الثاني لفريقه، دون أن يغير هدف كامبياسو قبل النهاية بدقيقة واحدة من واقع الخسارة بعد أن استعاد ريغوني الفارق بتسجيل الهدف الثالث لنوفارا في الوقت بدل الضائع من المباراة.